انت هذا زفت اللي اسمك احمد. انت يا بنت يا نورة، اطلعوا لي هنا. بتضرب ابني؟ اطلعوا لي هنا، تعالوا لي. ايه ده الولاية الكبيرة باين بتندى بره. اطلع لي هات هنا يا، وهات البنت اللي مش كويسة دي معاك اللي اسمها نورة، وهات لي نوال اللي ماشية يا بطال. شوف الولاية قليلة الرباية بتقول ايه. فكك منها يا نورة، كبر دماغك خليها ترد براحتها. والله يا ما لمت نفسها يطلع لها. بنت فكك منها، كبر دماغك. ايه يا ستي؟ عامله ايه يا ستي؟ بس ياض، انا مش ست حد. يلا غوروا من وش ده لامك وابوك ولا الرباية. شفت الولاية قالت الادب بتقول لي العالي. لا الولاية دي كده زودتها، وشكل انا اللي هطلع لها. يا ست عيب كده، عيب اللي انت بتقوليه ده. وانت يا ابن الفالع انت اللي هتعلمني العيب. امشي غير من قدامي. لا، ده كده زودتها خالص، انا طالعه لها. خدي يا بت يا نورة، خدي. والله يا طالعه لها، خدوني معاكي. جرايه يا ولية انت ايه مش هتلمي روحك ولا ايه؟ لمي روحي مين يا فجرة؟ انتوا بتتلموا على ابني وتضربوه، ده لكم سودا. اقول لك يا ست انت، لو كترت في الكلام اعلمك الاصول واعلمك الادب من اول وجديد. انت ست كبيرة ومش عاوزة امد ايدي عليكي. بس انت لما مشي بطال يخلي الشبشب يزغرط على دماغك. زغرت مين يا ولية انت؟ يعلمك اصول التربية. اصول تربية مين يا ام تربية؟ اما تتعلميها انت الاول. لا، ده انت زودتيها خالص. انت مرة كبيرة قليلة ادب. اسم الله عليكي، انا اللي قليلة ادب يا مرة. يا اللي مشيك بطال انت كمان. انت ايه يا اختي، مش حافظة الا الكلمة دي ولا ايه؟ ما خلينيش اعلمك الادب. انا لغاية دلوقتي مقدر ان انت ست كبيرة. ست كبيرة مين يا ماما؟ ده انا هطلع عنكم. انتوا لسه شفتوا حاجة؟ والله لغاية دلوقتي مقدر العيش والملح. لو كترت في الكلام وخدتيش بعضك ومشيتي هتبقى ليلتك سودا معايا. ليلة سودا مين يا اختي؟ ده انا جايالك وحلفالك. حلفة مين يا ولية؟ يا ولية ده انت قربت تموتي. يلا غوري، شوفوا لك تربة بعيد عنينا. بلاش انت تتكلم يا نوال. بلاش، بلاش يا مشيك بطال. لا ده انت زودتيها خالص. يلا غوري من هنا يا ست. انت بتمد ايدك عليا يا فجرة. وانت بتضربيني؟ لا ما بديهاش بقى. اي الحق يا علي، الحق يا مصطفى، ستكم بتتضرب. يا ولية يا شمال، ستهم بتتضرب دلوقتي بعد ما كنت بتشتمي فيهم. الحق يا احمد، الحق يا احمد. يا عم راوي، في إيه يا عم راوي؟ بنت نوال، بنت نورة مراتك، ماسكين امك قدام الباب عند نوال بيرنوا فيها علقة. هاتك يا ضرب. مش عارف ايه اللي حصل بعد ما كانوا بيزعقوا مع بعض. جد والله يا عم راوي. ايوه بجد والله يا ابني، الحقهم يقتلوها. يا نهار اسود، يا رب استرها يا رب. مش عارف ايه اللي حصل للجماعة دول والله. خلاص يا نورة، خلاص يا نوال. الحقني يا احمد، بيضربوني. خلاص يا جدعان سيبوها. ليك يا احمد اللي حصل فيا كده، ده انا اللي مربياك حتى، يعني اعتبر زي امك. شوف الولية الكدابة، يا ولية وكدبت تاني هقتلك. يا نوال ايه اللي حصل؟ مفيش يا احمد، قاعدين انا ونورة جوه كافيين خيرنا شرنا، لقينا الولية دي جاية. لقيتك يا شتيمة، اطلع لي يا احمد. يلي 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 فيك وفي نورة وفيا. سكتنا وقلنا مش هنطلع لها. جه مصطفى وجه علي بيكلموها بيقولوا لها يا ستي، تقول لهم انا مش ست حد، ونزلت فيهم كمان. ينفع يا احمد؟ حصل يا ولاد. ما حصل يا ابويا؟ قعدت تشتم مراتك بكلام وسخ وتشتمني بكلام وسخ، وفضلنا ساكتين لغاية ما فاض بينا. هي ايه بتجر شكل وخلاص؟ وانا مش قلتيلي اللي انت مش ابني؟ وانا هنا الموضوع، وكل واحد راح في حاله، وهو انت بتجر شكل فينا ليه؟ زي ما ضربت ابني، يعني انتوا عاوزين تضرب ابني وانا اسيب حقه ولا ايه؟ ما انتوا تفكروا يعني ان انا اسيب حق ابني؟ احنا ضربنا ابنك بسبب قلة ادبه، جه قل ادبه علينا، وانا مظلوم. جاي بيقول لي انت بتتكلم عن مراتي وانا ما اتكلمتش، ويجيب لي اللي قاله كده في وشي. يعني انت ما اتكلمتش قدام البلد كلها على مراته؟ والله ما حصل، وبحلف بمراتي وعيالي ما حصل. انت كذاب، انا اكتر واحدة عارفاك. يا ستي طالما مش مصدقين خلاص دي بتاعتكم، خدي بعضك يلا وامشي من هنا. انا اقدر برضو اللي انت ربيتيني ومش هتكلم معاكي. يلا خدي بعضك وامشي من هنا.
وبعد إذنك ما تجيش أي حتة احنا فيها. بعد ما ضربت ابني عاوزين نمشي؟ لا يا اخويا، انا عاوز حق ابني. وأنا أعمل لك إيه يعني؟ ضربناه احنا بالنار، هو عيل قليل الأدب وربناه، أعمل لك إيه يعني؟ وانا يا احمد مش هسيب حق ابني، عشان تبقى عارف، حق ابني هجيبه. الموضوع مش هيعدي بسهولة. يا ستي اللي انت شايفاها، بس ما تكتريش في الكلام، عشان لو كترت وربنا يخليهم يتلموا عليك تاني وساعتها مع حوشهم. خليك عارف يا احمد، اللي حق ابني مش هسيبه منك ومن البنتين دول. فاهم ولا مش فاهم؟ اللي انت شايفاه اللي عندك اعمليه. يلا غوري بقى من هنا. ماشي هغور، بس خلي بالك، انا قلت لك هرزيك في حياتك وعمرك كله. ماشي يا ستي، متشكرين. ويانا انت في البلد. وليه يا مومس؟ خلاص بقى كلام، ويلا قال لك غوري، اختمي الكلام وامشي. يا اخي اختمهولك بايدي. امشي امشي عشان انا متغاظة منك، فامشي احسن. حاضر يا ست نورة، همشي، بس مش هسيبك يا نورة، وانت يا نوال، وربنا ما هسيبك. اللي عندك اعمليه. ماشي يا نورة، انا اوريك اللي عندي. ماشي، يلا غورة تشيلك. انا غورة تشيلني يا ولية، امشيك شمال. شوف الولية اللي مش متربية، ده انت اللي مشيك شمال، ولية مومس. خلاص يا جدعان، خلاص، اديتوها اللي ما فيه كفاية، بس ما كانش ينفع يعني، دي برضه ست كبيرة. يا احمد انت ما شفتش اللي حصل، الولية بهدلتنا، ما تظلمنيش ولا انا ولا نورة. وبعدين يعني يا احمد، نبقى قاعدين وتقعد تشتم فينا قدام الجيران؟ انت هيرضيك يعني؟ وبعدين يا احمد، انا عاوز افهمك حاجة، هي مش هي اللي جايبة الجور الشكل؟ مش هي اللي جت لغاية عندنا؟ خلاص يا نوال، حاك عليا، انا عارفها، وليا مامس فعلا، وحاك عليا، ما تزعليش، واحنا جبنا لك المشاكل والله. يا احمد ما تقولش كده، انت ما جبتلوش مشاكل ولا حاجة، انتوا اخواتي، ونورة دي اختي، هي الولية اللي مزوداها. وبعدين احنا كنا قاعدين في حالنا يعني، والمشاكل بتجيلك لغاية عندك، هتعمل ايه يعني؟ هتسيب المشاكل تجيلك وتقعد تتفرج عليها والناس تتفرج عليك؟ معلش يا احمد، هو ده اللي كان لازم يحصل. وده حقكم وانا ما اقدرش اتكلم فيه، وكويس اللي انتوا عملتوا كده. وبعدين خلاص، هي خدت اللي فيه كفايه ومش هترجع تاني. تزعلش مني يا احمد، بس هي اللي زودتها، وانت عارف كلام عامل ازاي. ما اقدرش ازعل منك يا نوره، انتي انت ام العيال اللي شالتني في محنتي، وكفايه المحنه اللي احنا فيها اللي انت شايلاني فيها دلوقتي. انت عندي بالدنيا كلها، انت وعيالي، بس ده اللي يكفيني. وبعدين انا عمري ما شفت في جدعنة نوال ولا جدعنتك يا نورة في وقت محنتي ووقت زنقتي دي واقفين ورايا. وبصراحة أنا عاوز أقولك حاجة يا نورة، مش هتلاقي من أجدع من نوال دي صاحبة، اللي شالتك وشالت جوزك. عيب يا احمد ما تقولش كده، انت عارف النورة دي اختي وانت اخويا. وبعدين يعني احنا غربة عن بعض، يا اخي عيب عليك، بيتك هو بيتي. وبعدين يعني دي صاحبتي، انا كنت عاوزاها تقعد معايا، ايه يعني اللي فيها يعني؟ ما تخافش يا احمد، احنا دمنا واحد واخوات وكل حاجة، واللي هيصير عليك هيصير عليا، انا وعيالي ونورة وكلنا. ما تخافش، ان شاء الله تطلع من المحنة دي وربنا يكرمك، عشان انت جدع ومحترم، وانت اتظلمت، وربنا ان شاء الله هيجيب لك حقك. إن شاء الله يا نوال، إن شاء الله. ومهما أشكرك ومهما أعملك، عمري ما أنسالك الجميل اللي أنت عملتيه معايا أنا وعيالي ومراتي، ده جميل في رقبتي مدى الحياة، يعني أنا ما شفتش في جدعنتك والله. طيب يا احمد، يلا بينا بقى عشان نخش نتغدى، احنا حرقنا كتير برا، يلا بينا. أمي عايزة أسألك سؤال. اسأل يا علي، في إيه؟ هي الولية ست دي ما بقتش ستي؟ لا يا علي ما بقتش ستك. طب وهي طالما ما بقتش ستي، جاية بتتخانق معانا ليه؟ عايزة تتخانق معاك انت وابويا؟ ده موضوع كبير يا علي، ملكوش دعوة بيه انتوا. لا يا أمي، احنا سمعنا كل حاجة أنا ومصطفى، سمعنا الولية دي بتقول اللي هي مش هتسيبكم وهتنتقم منكم. هي عاوزة منكم ايه؟ قلت لك يا علي ملكوش دعوة، كبروا دماغكم، انتوا ملكوش دعوة بالحديد ده. فاهم ولا مش فاهم يا علي؟ فاهم يا أمي، فاهم. بعدين يعني، هو انتوا مش المفروض بتلعبوا؟ مالكم بقى اللي انتوا تتصنتوا على حد؟ تتصنتوش على حد تاني؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين يا أمي، فاهمين.
يلا يلا عشان تروحوا تتغدوا، يلا عشان تاكلوا. حاضر يا أمي. مالك يا حاجة، مالك يا حاجة، ايه اللي بهدلك كده؟ اللي بهدلني كده يا أختي راح أجيب حق جوزك بعد ما ضربوه مرمطوه. أعمل لك إيه طيب؟ المفروض كنت شديتي نفسك وجيتي معايا بدل ما تكتروا عليا هناك وضربوني أنا كمان. لكن سيادتك مش فاضية، قاعدة ماسكة التليفون ليل ونهار بره قدام الباب، لغاية ما خليت البلد كلها تمسك سيرتنا، والخناقة دي بسببك، عشان أحمد أفندي داير يقول عليكي اللي انت ماشي بطال مش بطال وماسكة التليفون ليل ونهار. ما انت تفكر ايه يا اختي؟ انت السبب، وانت اللي وصلتينا لكده. بدل سيادتك ما تقعدي جوه البيت وتاخدي راحتك جوه البيت، قاعدة له قدام البيت وماسكة التليفون تيت تيت طول النهار. شفتي آخرة عمالك عملت فينا ايه؟ وانا مالي بكل الحديد بتاعكم ده؟ انتوا اللي غلطانين، انتوا وابنك حاطين احمد من نقركم ونازلين فيه. اعمل لكم ايه يعني؟ وبعدين يا ستي، حتى الواد مش ابنك ومش من بطنك، لكن انت اللي ربيتيه، والام اللي ربت مش اللي خلفت. وانت يا اختي هتعملي اللي فيها بتاعت اشعار عشان متعلمة؟ هتعملي اللي فيها بتاعت اشعار وتديني درس؟ لا يا اختي، انا اللي ستتك في البيت ده، وانا اللي خليتك تبقى ست، وانا اللي كنت بخلي نورة تخدم وتغسل وبهدلتها عشان خاطرك، وانت كنت بتبقى عدالة قدام الباب، ما كنتش بتكلم معاكي، وبهدلت نورة ومرمطتها وخليتها اشتغلت عندك خدامة، وخليت احمد يشتغل عندي جوزي خدام، وفي الآخر هتقعدي تديني في أشعارات وتتكلمي معايا كده؟ لا يا ماما، لازم تفوقي لنفسك بقى وتخلي بالك من بيتك ومني ومن البيت، وتعرف اللي كلمتي أنا هنا اللي بتمشي، وإياكي تتكلمي معايا الحديد ده تاني. فاهمة ولا مش فاهمة؟ وادينا حذرتك، ومن هنا ورايح البيت ده له نظام ولازم تمشي عليه. ليه الحديد ده كله؟ انت عملت حكاية بدون حكاية. انا كنت اروح اتخانق معاك ازاي؟ انا ماليش في الموضوع، والموضوع ما يخصنيش. كنت اروح اتخانق معاكي معاهم ازاي؟ لا يا اختي، الموضوع يخصك، الكلام بسببك. جوزك اما سمع البلد كلها بتقول له عليكي اللي احمد داير يتكلم عليكي ويقول كلامه الوحش ده، راح يتخانق معاه، اتلموا عليه هناك وضربوه. فهمتي بقى يا اختي اللي الكلام كان يا سيادتك الكلام عليكي؟ خلاص، كانت ممكن تيجي وتتكلموا معايا بالراحة وتقولوا لي ما تقعدوش قدام البيت تاني. ما كنتش اقعد، ما كانتش لازمة مشاكل يعني ونروح نتشاكل. وبعدين احمد انتوا شفتوه قال؟ يعني احمد شفتوا حد كويس قال لكم اللي هو قال؟ ما انت عارف ابنك محمد ملهوش قعدة الا مع الناس الوحشة اللي على القهوة. اكيد اي واحد لعب في دماغه، ما كلهم مش عاوزين يبقى مختلط باحمد، وانت عارف حاجة زي كده. انت كمان يا اختي هتكدبي جوزك عشان خاطر الاستاذ احمد؟ ايه، جوزك هيكذب ليه؟ جوزك بيقولك سمع من البلد كلها، يعني واحد سمع من البلد كلها وما قبلش اللي أي كلمة تتقال عليك وراح يجيب حقك، دي آخرتها معاه. لا والله، بس انا متأكد ان احمد ما يقولش كده، بس جوزي على طول الغرورة بتاكله. وبعدين يعني أحمد هيقول كده ليه؟ وهيتكلم مع الناس ليه؟ أنا ولا عمري عملت له حاجة، ولا عمري كلمته في حاجة، ولا عمره كلمني في حاجة. شوف البت بدل ما تقف مع جوزها وتدافع على جوزها وتقول فعلا ده راجلي كان راح يجيب لي حقي، تجمالة تتكلم ازاي؟ لا يا اختي، محمد متأكد ومتأكد قوي، وده ابني ما كانش يتغر من جواه ويروح يتخانق معاهم إلا لما يكون اتأكد بالقوي كمان. أما تتفكري ايه يا اختي؟ ده ابني وانا اللي مربياه. ده ابنك وانت اللي مربياه، وانا ده جوزي وانا اللي عارفاه. انا بقولك متأكدة ان احمد ما قالش كده. يعني برضه البت هتنرفزني؟ انت يا بت ومغوري، ومغوري من وشي يا بت. روح اعملي حاجات البيت يا اختي بدل ماسكة التليفون برا. ايه، شغالة على البورصة ولا ايه؟ يلا يا بت، يلا غوري من وشي، روح اعملي طلبات البيت. حاضر. وبعدين انا كنت ببقى قاعدة ماسكة التليفون برا، ببقى ماسكة بتفرج على حلقة رامز جلال اللي فاتتني بتاع البرنامج بتاعه بتاع رمضان، ولا بتفرج على مسلسل محمد هنيدي الجديد، ولا بتفرج على مسلسل عمرو سعد، ولا بتفرج على المسلسلات الجديدة. ما بقاش ماسكة التليفون عشان حاجة،
بابا متفرج على مسلسل العتاولة بس، ومصطفى شعبان مسلسله الجديد حلو كمان، فما تطلعوش عليا انتوا اشاعات وخلاص. بس كلامك يا اختي، رصيتي لي مسلسلات رمضان. يلا غورة من وشي، غوري. غير يا حاجة، امتى غور من وشك انت وابنك؟ البت هتقعد تلامد معايا، هترسل مسلسلات رمضان، فالحاوي يا اختي عشان تتفرج على مسلسلات رمضان شيلات غيرك. ماشي، اما تجيلي يا محمد، انت اللي وصلتني لكده، اما تجيلي.